السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول فطار في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. طبعا كلنا عارفين أول يوم رمضان ده بيبقى فيه إيه؟ محشي، معروفة يعني. إيه، محشي مشكل بقى معايا كيلو ونص كوسة، كيلو ونص بتنجان، ونص فلفل. طبعا أنا عاملة كمية عشان إحنا عدد. طبعا طريقة المحشي مفيهاش أي افتكاسات يعني، بس أنا بحب وأنا بفرم الطماطم إيه أضيف 4 فصوص توم وقرن شطة يتفرم مع الطماطم. وطبعا كم مرة أقول طماطم المحشي أنا ما بصفهاش. طبعا الرز والخضار بتاعك ربطة كزبرة، ربطة شبت، ربطة كرفس، يا ربي بقدونس، مش كرفس يا جماعة. طبعا الباذنجان بقى أنا قورته والكوسة وكده. الفرشة اللي في أرضية الحلة ديت العروق أو العنوق بتاعة الخضار المحشي، بقصها كده وأقوم فرشاها تحت. طبعا ببدأ بقى، كان عندي التقلية أصلا جاهزة، طلعتها وعملت عليها الرز والخضار وبدأت إن أنا أحشي البتاع. طبعا معروفة إن أول يوم في رمضان ده محشي بط، مفيش أي افتكاسات. طبعا بدأت بقى إن أنا أعبي المحشي كله، أنا بسوي الكوسة والبتنجان وكله في حلة واحدة. هنا كنت خلصت الكمية وما شاء الله عليها، كسرت كوستين اهمت، بس يلا مش مشكلة. طبعا كنت زودت بقى الشوربة بتاعته، هنا كان بيغلي. هنا خلاص كنت هوطي عليه بقى عشان يبدأ إن هو إيه، يشرب الشوربة بتاعته. هو كان شربها بس يعني دي كان كمان كانت النار عالية كانت عاملة. هنا كان الشكل النهائي بتاعها. لو وصلت لحد هنا معايا اعمل متابعة للقناة وتدوس لايك وحط لي تعليق حلو كده. طبعا البطة انا محمراها، والمحشي خلاص ما شاء الله بقى جميل اهو، محمرة شوية في جنب اهمت عشان لو حد عايز متحمر. بالهنا والشفا، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وينعاد علينا وعليكم الأيام بخير. تعالوا اتفضلوا معانا.